السلام عليكم. تخيل تلاقي مخرج مشهور مقتول ومربوط ومفيش أي حد يعرف مين اللي قتله. مشهد مرعب بجد وجريمة حقيقية لحد النهاردة ملهاش حل، والضحية شيخ المخرجين نيازي مصطفى، واللي اسمه كان علامة في تاريخ السينما المصرية. في فيديو النهاردة هنتعرف على ايه اللي حصل في قضية قتل نيازي مصطفى، وهل اتعذب قبل ما يموت، وأخوه جلال مصطفى وغلطته اللي كانت سبب في إنهم ما يعرفوش مين القاتل الحقيقي. تابعوا معايا الفيديو للنهاية. أنا رانيا ماضي ودي حكايتنا الجديدة على قناة حكايات براند. لو بتخاف فكر قبل ما تكمل، وقبل ما أبدأ ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. المخرج نيازي مصطفى اتولد في محافظة أسيوط في 11 نوفمبر سنة 1911 لأب سوداني وأم تركية، وكان ذكي جدا ومجتهد في دراسته. ولما اتخرج من المرحلة الثانوية قرر إنه ياخد شهادته الجامعية من ألمانيا ودرس هناك في معهد السينما. ولما رجع مصر سنة 1933 بدأ يشتغل مونتير في استوديو مصر، وبدأ يتطور في شغله شوية بشوية وبقى مساعد مخرج مع الفنان يوسف وهبي. وبعدها بدأ يشتغل في الإخراج في أول أفلامه سلامة في خير سنة 1937، وكان بطولة نجيب الريحاني، والفيلم ده حقق نجاح كبير جدا. وفي قصتين عن الفيلم ده عملت عنهم فيديوهات قبل كده، هسيب روابطهم في الوصف. ومن أشهر أفلامه سي عمر وعنترة بن شداد ورصيف نمرة 5 و30 يوم في السجن والقراداتي آخر أفلامه اللي صوره وما شافوش لما اتعرض في السينما. ده غير أفلام الخدع زي سر طاقية لخفة وأخطر رجل في العالم، أنكل زيزو حبيبي، وفتوة الناس الغلابة. عدت الأيام واتجوز نيازي مصطفى من الفنانة كوكا اللي كانت زميلته في قسم المونتاج باستوديو مصر، واللي اتشهرت بأدوارها البدوية زي فيلم عنترة بن شداد. وجوازهم كان عن قصة حب كبيرة، واتجوزوا. بعد فترة من جوازهم اكتشفت كوكا إنها مش هتقدر تخلف، وأقنعت جوزها نيازي يتجوز واحدة تانية علشان ما تحرمهوش إنه يكون أب. وفعلا اتجوز نيازي الراقصة نعمة مختار، ولكن بعد فترة انفصلوا، وفضل مع مراته كوكا لحد ما ماتت سنة 1979. وكانت كل الأمور طبيعية وحياته عادية ما بين شغله وبيته وأصحابه ومعارفه لحد سنة 1986، يوم ما خلص نيازي مصطفى تصوير آخر مشهد في فيلم القراداتي بطولة فاروق الفيشاوي وسمية الألفي. وبعد ما خلص تصوير الفيلم وسلم على كل فريق العمل وروح على بيته اللي في حي الدقي بالجيزة. ولما وصل طلب من الطباخ بتاعه محمد عبد الله انه يمشي بعد ما يجهز له العشاء، وطلب منه كمان انه يرجع له الساعة 8 الصبح زي كل يوم علشان يحضر له الفطار والقهوة. وفعلا مشى الطباخ بتاعه ورجع تاني يوم الصبح. وبدأت القصة الغريبة يوم الحد 19 أكتوبر سنة 1986 لما طلع الطباخ محمد عبد الله لشقة المخرج الساعة 8 الصبح زي كل يوم من ساعة ما اشتغل عنده من سنة 1968. والأيام دي كان في بيوت كتير بيكون ليها بابين، باب رئيسي مدخل للشقة وباب الخدامين اللي بيوصل للمطبخ زي ما كنا بنشوف في الأفلام زمان. فكان الطباخ معاه مفتاح باب الخدامين بيدخل ويخرج منه، بيحضر له الأكل ويمشي. جه الطباخ يفتح الباب زي عادته كل يوم، ولكن الباب مش بيتفتح، لا مقفول بالترباس من جوه. ودي حاجة غريبة لأن نيازي كان متعود يفتح له الباب من بدري. فنزل للشارع وطلع من السلم الرئيسي وقعد يخبط على باب الشقة ويرن الجرس، لكن مفيش فايدة، مفيش صوت ومحدش فتح. افتكر إن المخرج ممكن يكون نايم مرهق من الشغل، فحط له الجرايد قدام الباب وسابه ومشى. راح على شغله الحكومي في وزارة الزراعة. ولما رجع الساعة 12 علشان يحضر الغدا برضه لقى باب الخدامين مقفول من جوه. وراح على الباب الرئيسي لقى الجرايد محطوطة قدام الباب زي ما هي، يعني المخرج ما خرجش من البيت. ويخبط على الباب وبرضه محدش بيفتح. استغرب وقتها الطباخ وبدأ يقلق، حس ان في حاجة غلط، ممكن يكون المخرج تعبان او حصل له حاجة جوه الشقة. وراح خبط على جار المخرج اللي اسمه اسماعيل وقال له ان الباب متربس وبيخبط محدش بيفتح. واسماعيل حاول يطمنه، ولكن الطباخ كان قلقان قوي على المخرج نيازي، فهو بقاله 18 سنة بيشتغل معاه وعمره ما اتأخر بالشكل ده. ومن كتر ما كان قلقان عليه راح جري على بيت أخت نيازي الحاجة زينب، راح لها عشان ياخد المفتاح الاحتياطي لبيت نيازي، وقال لها انه بيخبط على اخوها بقاله كتير ومفيش رد. واخد نسخة المفتاح وعطيته رقم جلال اخوهم علشان يتصل بيه يطمنه ويطمنها. وراح على طول على بيت نيازي مصطفى وفتح الباب ودخل، لقى انوار البيت كلها مفتوحة
والصالة متدربكة ومفيش حاجة في مكانها، كل حاجة مرمية على الأرض والسجادة مقلوبة، وكان باين إن في حاجة مش طبيعية حصلت في البيت. ودخل يدور على المخرج وفضل ينادي عليه أستاذ نيازي أستاذ نيازي، وبرضه محدش بيرد، لحد ما دخل أوضة النوم. وهنا كانت الصدمة الكبيرة اللي أول ما شافها كان هيقع مغمى عليه منها، لأن الطباخ لقى المخرج لابس جلابية بيضة وواقع على ظهره على الأرض ما بين السرير والدولاب وسايح في دمه، ومخنوق بكيس مخدة بطريقة بشعة جدا، وإيده مربوطة بجرافطة ورا ظهره، وكمان محطوط في بقه فوطة، وشرايين إيده اليمين مقطوعة، وفي جروح في رقبته وفي دم نازل من بقه، يمكن لأنه كان بيقاوم القاتل، وكان باين للطباخ إنه ميت. وطلع يجري على إسماعيل جار نيازي وقال له الأستاذ مات، وطلب منه الاتصال بأخو المخرج المونتير جلال مصطفى. وجلال أول ما اتصلوا بيه راح على بيت أخوه على طول، وجاب معاه ناس من عيلته وأصحابه. ولما راح أخوه لقى نيازي جثة على الأرض. أول رد فعل منه إنه حضن أخوه باسه وقال له معقول دي موتة تموتها، وكان زعلان جدا عليه. والجيران اتلموا وقال للجيران وقرايبه اللي جم معاه ساعدوني نشيله ونحطه على السرير، وفعلا نقلوه للسرير وشالوا من بقه الفوطة وبدأوا يفكوا الحاجات المربوط بيها، وبعدها اتصلوا بالبوليس. وطبعا ده كان أكبر غلط عمله أخوه، لأن ده مسرح جريمة ما ينفعش يحصل فيه أي تغيير، فاللي عمله ده كان سبب في إخفاء كل الآثار والبصمات اللي سابها القاتل في مسرح الجريمة. وده اللي خلى التحقيقات ما توصلش للجاني، لأن بقى فيه بصمات كتير موجودة في مسرح الجريمة. وجاء في تقرير الطبيب الشرعي إنه مات مخنوق. ولما وصلت الشرطة ولقت ناس كتير موجودة في الشقة وعرفوا إنهم نقلوا الجثة من على الأرض للسرير، طلعوا الناس بره الشقة وقفلوها علشان يدوروا على أي أدلة في الشقة. وبعد معاينة مسرح الجريمة قالوا إنه المخرج يعرف القاتل كويس، بدليل إن مفيش أي كسر في أي شباك أو باب، وده معناه إن القاتل راح خبط على نيازي مصطفى وعلشان يعرفه فتح له الباب ودخل من غير أي مشاكل. وأكيد الجريمة ما حصلتش بهدف السرقة، لأن البيت مفيش حاجة اتسرقت منه، ده غير ان المخرج ما كانش بيشيل اصلا فلوس في بيته، فهو بيحط فلوسه في البنك. وكمان قالوا ان احتمال كبير جدا يكون القاتل كان بيدور على ورق مهم، بدليل الفوضى اللي كانت موجودة في الشقة، وانهم لقوا ملف وباين ان حد كان اخد منه ورقة او ورقتين. ووقتها قالوا واضح ان الهدف الاساسي من القتل يا اما عايزين يسكتوا المخرج عن حاجة كان عايز يقولها او الانتقام منه. بس يا ترى مين الشخص اللي كان عاوز يقتله، سواء عشان يسكته او ينتقم منه؟ وفي نفس الوقت بدأت التحقيقات مع كل الناس القريبة من نيازي مصطفى، سواء قرايبه وأصحابه جيرانه والممثلين والكومبارس وكل اللي كانوا بيشتغلوا معاه في الفترة الأخيرة، ومن بينهم فاروق الفيشاوي وسمية الألفي ومدربة الأسود محاسن الحلو اللي كانوا شغالين معاه في فيلمه الأخير الأوراداتي اللي كان لسه مخلص تصويره يوم ما اتقتل. وقال فاروق الفيشاوي في التحقيقات انهم خلصوا اخر مشاهد الفيلم قبل الحادثة، والتصوير استمر تقريبا ل9 ساعات من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 6 المغرب، وانه كان بيتحرك بينهم ولا شاب عنده 20 سنة، وانه اتفاجئ بموته، وفي النهاية ما وصلوش لأي نتيجة. وحامت الشبهات حوالين ناس كتير، منهم كهربائي قريب للبواب ولكنه ما كانش موجود أصلا في القاهرة وقت الحادثة. واللي زود الغموض لما الشرطة لقت شيك بمبلغ كبير كان كاتبه المخرج لممثلة شابة اسمها منى اسماعيل، اللي مثلت معاه في كذا فيلم من إخراجه، منها فيلم فتوة الناس الغلابة وفيلم وحوش المينا وفيلم الدباح. ووقتها شكوا فيها، وخصوصا انها كانت سبب خلاف مشهور بين المخرج نيازي مصطفى والمنتج ممدوح الليثي لما كان عايز يديها دور البطولة في مسلسل في قافلة الزمان، والمنتج رفض، واللي خلى نيازي مصطفى ينسحب من إخراج المسلسل وأخرجه المخرج حسن الإمام. وطلعت إشاعات وقتها إن المخرج كان على علاقة خاصة بالممثلة الشابة وصلت لحد الجواز العرفي، وطبعا استدعوها للتحقيق، ولكن وقتها كانت في السعودية بتعمل عمرة مع جوزها، وفي التحقيق معاها نفت كل ده وقالت إنها ما شافتش المخرج من 1.5 سنة، وخصوصا بعد ما اتجوزت من رجل أعمال معروف وبعدت عن الفن وسافرت معاه برا مصر. وقالت إنها ما اتجوزتش نيازي مصطفى عرفي، وإن دي مجرد إشاعات، فهي بتعتبره زي أبوها لأن فرق السن بينهم 50 سنة كاملة، وطبعا ملقوش أي دليل ضدها. وبعدها استدعت التحقيقات حوالي 20 ست كانوا على علاقة بالمخرج، لقوا أساميهم مكتوبة في أجندة نيازي مصطفى، ومعظمهم اتطلقوا بعد ما البوليس حقق معاهم. وكمان استجوبوا حوالي 100 كومبارس و100 فنان وشخصيات عامة كان ليهم علاقة بالمخرج. ووصلت التحقيقات لممثلة نشأة تانية وهي هالة نيازي، واللي كان المخرج اتبناها وعطاها اسمه، واتحقق مع البواب والطباخ والكوافيرة بهيجة اللي كانت بتتردد على شقة المخرج كل أسبوع عشان تصبغ شعره. وفي نفس الوقت رفع البصمات ما وصلش لحاجة،
وشهادة البواب ما فادتش بأي حاجة. لكن جارة المخرج اللي ساكنة تحت شقته قالت إن بعد ما مشى الطباخ ليلة الجريمة بشوية سمعت الساعة 8 أصوات مش طبيعية وحاجات تقيلة بتقع وصوت حاجات بتتكسر وخبط وجري جوه شقة المخرج، وده خلاها تفتكر إن في خناقة جوه شقة المخرج لأن نيازي مصطفى كان معروف بهدوءه، وقالت إن الأصوات دي سكتت بعد 10 دقايق وبقت الشقة في هدوء تام، وإنها اتفاجئت الساعة 9 بالليل بباب الشقة بيتفتح ويتقفل بعد دقيقة تقريبا، وده خلاها تخاف فما قدرتش حتى تفتح باب شقتها تشوف مين اللي نزل على السلم، ولكنها قالت إنهم في الأغلب كانوا أكتر من شخصين. وطبعا شهادة الجارة دي زودت غموض القضية، ومع كل التحقيقات اللي حصلت وتقارير المعمل الجنائي وخبراء الطب الشرعي إلا إنهم ما قدروش يعرفوا القاتل، وده بسبب نقل الجثة من الأرض للسرير، وده خلى معالم الجريمة تضيع، ده غير وجود بصمات كتيرة جدا في المكان، ده غير إنهم لقوا بصمة مجهولة لست جوه الشقة، وقتها افتكروا إنهم قربوا من حل لغز الجريمة، ولكن محدش قدر يكشف عن هويتها. وبعد أقل من 3 شهور وبالتحديد في يوم 15 يناير سنة 1987 اتفاجئ الجميع بإن قضية قتل نيازي مصطفى اتحفظت واتأيدت ضد مجهول لأنهم ملقوش أي أدلة توصل للفاعل. وبعد 2 و8 شهور واحد مسجون في لمنتورة أشهر السجون المصرية اسمه محمد حمدي طلب إنه يقابل المأمور، وقال إن عنده معلومات مهمة جدا عن حادثة قتل المخرج نيازي مصطفى، وإن ضميره بيأنبه مش بيقدر ينام الليل، واعترف بإنه كان شريك في قتل نيازي مصطفى مع كوافير ومراته، وإن الجريمة كانت بهدف السرقة، ولكن وقت استجوابه غير أقواله وقال إن الجريمة كانت بسبب الانتقام، وقال إنه كان على علاقة بواحدة اسمها لولا مرات الكوافير نبيل زكي، وإنها في نفس الوقت تعرف المخرج نيازي مصطفى، فهو كان بيختارها عشان تصبغ له شعره، وكان ليها معزة خاصة عند نيازي، وكانت بتتردد على بيته كتير، وجوزها كان دايما شاكك فيها وفي نيازي ان في علاقة بينهم، وقال الحقيقة ان ما كانش في علاقة بين لولا ونيازي، لكن العلاقة كانت بينها وبينه هو. وقال في يوم كنا قاعدين احنا التلاتة وجوزها بيقول لها ما تروحيش عند المخرج، وهي قالت له احنا اكل عشنا منه، هو اللي بيصرف علينا وهو اللي بيدينا فلوس زيادة، وجوزها كان متضايق منه جدا وبيقول لها ما تروحيش هناك تاني. ووقتها فكرت احنا التلاتة مصلحتنا واحدة، انا اللي هممني الفلوس وجوزها غيران منه، ولولا نفسها ما عندهاش مشكلة، وأقنعتهم بإننا نروح نقتل ونسرق اللي عنده، وهي وجوزها رحبوا بالفكرة، هي علشان ترضيني وفي نفس الوقت عايزة تثبت ولائها لجوزها، وجوزها رحب بالفكرة علشان شاكك في علاقة نيازي بمراته وعايز يخلص منه، ونفذنا الجريمة بكل احتراف، ولكن ضميري بيعذبني وعلشان كده قررت الاعتراف بكل التفاصيل. ولكن لو رجعنا للكلام اللي قلته من شوية في الكوافيرة اللي كانت بتروح لنيازي مصطفى تصبغ شعره اسمها بهيجة مش لولا. المهم بعد التحقيق مع لولا وجوزها في النهاية ما لقوش أي دليل ضدهم، وفي النهاية اكتشفوا إن السجين كان محكوم عليه بالإعدام واتخففت عقوبته للسجن المؤبد لمدة 50 سنة، وإنه باعترافاته الكذب بخصوص قتل نيازي مصطفى كان عايز ينتقم من أصحاب قدام، أو كان عايز يهرب أثناء التحقيق معاه في النيابة، أو على الأقل يشم هوا الحرية حتى ولو بشكل مؤقت. ولقوا إن حتى التفاصيل اللي قالها مختلفة عن معاينة مسرح الجريمة، وإن في الأغلب المعلومات اللي قالها كان عرفها من الجرايد اللي نشرت الحادثة. ولما لقت نيابة الدقي إن حكاية سجين ترى مفيش عليها أي دليل، رجعت وقفلت ملف قضية قتل نيازي مصطفى مرة تانية واتأيدت ضد مجهول. ومع إن عدى على القضية 39 سنة لحد دلوقتي محدش يعرف مين القاتل، ده غير إن مفيش ولا واحد مشتبه فيه. ومات شيخ المخرجين نيازي مصطفى وهو عنده 75 سنة، ولحد النهاردة مش عارفين هو فعلا اتقتل بهدف الانتقام منه ولا حد كان عايز يخليه ساكت عن حاجة احنا ما نعرفهاش. لكن في النهاية مين عارف، يمكن الزمن يكشف لنا مين اللي قتل المخرج نيازي مصطفى، جايز يحصل أي جديد في القضية أو تتفتح من تاني، الله أعلم. عرفوني رأيكم في التعليقات، هل ممكن القضية تتفتح من تاني؟ هل ممكن في تطور جديد نعرف بيه مين اللي قتله؟ وممكن يكون ايه السبب ورا قتله؟ مستنية رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي علشان نقدر نكمل. ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا في التعليقات. بس كده واشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.